برنامج الفوتوشوب برنامج بنسميه برنامج راستر او بيت ماب. يعني ايه؟ يعني بيشتغل على الصور. كل ما هو صورة ليها دي بي اي او ريزوليوشن، هنفهم الكلام ده بعدين. كل ما هو صورة بنتعامل بيه في برنامج الفوتوشوب. برنامج الالستريتور برنامج راستر فيكتورز او بالعربي برنامج متجهات. الفرق ما بينهم سهل جدا وواضح واي حد هيعرفه، لكن لو انت كونفيوز دلوقتي تابع معايا المحاضره الجايه عشان تفهم عملي الفرق ما بين البرنامجين وليه احنا في برامج راستر وفي برامج بتتعامل مع الفيكتور والفرق ما بينهم. قلنا ان في فرق ما بين البرامج، وعشان تشوف الفرق ده عملي تعالى معايا. دول صورتين، واحده فيهم فيكتور وواحده فيهم بيت ماب. الفرق ما بينهم وده اللي هيتحط من ضمن الحاجات اللي هقول لك حطها حلقه في ودنك. سمعت قبل كده عن مفهوم ان الصوره مبكسله؟ ده مفهوم البكسل. بص لما بتخش زوم على الصوره اللي بيحصل، شايف البكسل؟ الصوره بدأ يبقى فيها شرشره لما بنكبر لحد 800%. ده البيت ماب. لكن الفيكتور هيبقى بالشكل ده. كبر مهما تكبر. الفيكتور اطبعه وحطه على العماره هيبقى بنفس الشاربنس بتاعه، مش هيحصل عليه اي عمليه بكسله. علشان كده في حاجات هقولها لك هتحطها حلقه في ودنك. لما تكون بتشتغل لوجوز او اي حاجه محتاج ان هي الريزوليوشن بتاعها ما يتغيرش، اشتغلها فيكتور. اللوجوز، الاشكال اللي انت هتحطها على كائنات كبيره، كلمه دعائيه، اسم هيتحط على يافطه، تحطه فيكتور. افضل حاجه ان انت تشتغلها فيكتور. ممكن تشتغلها بالراستر لكن هيبقى ليها مواصفات معينه هتراعيها، لكن دايما في اللوجوز تحديدا تشتغلها فيكتور. لازم اللوجو يبقى مرسوم بحيث ان انت مهما تكبر مش هيحصل فيه اي اختلاف. تعال بقى نبتدي. اول مره فوتوشوب، اول ما بنفتح الواجهه الاولانيه بتاعه الفوتوشوب بتظهر بالطريقه اللي انت شايفها قدامك دي. بيسألك شوية أسئلة منطقية أنت هتجاوب عليها إجابات محددة. أول حاجة بيقول لك اسم الفايل اللي أنت عايز تشتغل عليه. نصيحتي ليك كارت دايركتور وبعد سنين كتير من الشغل، سمي فايلاتك بأسماء البراندات اللي أنت هتشتغل عليها. ما تجيش تسمي فاينل 1 ايه 1 اللي هيجي يشتغل وراك ولما تيجي تدور على فايل تاني هتلاقيه بصعوبة جدا. فمن الأول اتعلم مني بعد خبرة السنين، بقول لك سمي الفايلات باسمها. تاني نقطة ان كل وسيط بيطلع عليه جرافيك ليه طريقة معينة في السيت اب بتاعه. اتكلمنا قبل كده عن السيت اب اللوني، قلنا ان اي حاجة ضوئية لازم تطلع بصيغة لونية اسمها RGB. يبقى اول حاجه تقع عليها عينيا انا ليه اول حاجه، رغم ان هو حاططها في الاخر، لان دايما الناس بتنسى وتبتدي تشتغل شغل على مثلا CMYK ويجي يلاقيه في المنتج النهائي الالوان مختلفه، اللوجو لونه غير، لما جيت طبعت لا ما بقاش زي الشاشه. فابتدي الاول حدد انت هتعمل ايه. انا هشتغل تصميم فيسبوك، خلاص يبقى هشتغل RGB. لازم اسال نفسي التصميم ده هيتعرض على ايه؟ على شاشه ولا على ورق؟ هيطبع على ورق او على وسيط، على تيشيرت، على حاجه تانية. انا دلوقتي قررت ان انا هشتغل بوست فيسبوك، فهشتغل RGB كلر. لازم اخلي بالي ان هو 8 بت، ده الضغط بتاعه هنتكلم عليه في مرحله بعد كده نيجي لخطوه المقاسات. كل ما هو هيتعرض على الشاشه لازم يبقى مقاسه بالبكسل، سواء كنت هتعمل بوست فيسبوك، سواء كنت هتعمل بانر على ويب سايت، هتعمل سلايدر على ويب سايت، هتشتغل فيديوز، اي حاجه هتتعرض على الشاشه لازم يبقى مقاسها بالبكسل. مقاس الايديال لغايه دلوقتي بعد التحديثات الجديده في الفيسبوك 1080 في 1080 لازم يبقى بالبكسل. فلو هو سنتي او انشز او بوينت لازم اتاكد ان هو معمول بالبكسل. الريزوليوشن، الريزوليوشن بتاع الشاشه مش محتاج ريزوليوشن عالي. اي حاجه بتتعرض على شاشه الريزوليوشن بتاعها لازم يبقى من 72 لغايه 100.
بخليه 100 ريزوليوشن. بيكسل على الانش دي هنتكلم عليها لكن في مرحله تانية، بس لازم انا ابقى متاكد ان هي بيكسل على الانش. لون الباك جراوند بتاعي اللي هو الفايل هيفتح لونه ايه؟ ممكن يبقى ابيض، ممكن يبقى اسود، ممكن يبقى فور جراوند كلر او باك جراوند كلر، او لو انا عايز اعمل لون كاستم بالشكل ده وادوس اوكي. مش مهم كتير ان انت تقف عند الحته دي، خليها وايت وابتدي اعمل كرييت لاول فايل انت هتشتغله.